مسلسل الوطن مو مجرد مسلسل عراقي عادي، هذا العمل قدر يخلي الجمهور يعيش حالة من الحماس والتشويق والصدمة بنفس الوقت. واليوم راح نحكي عن قصة المسلسل، أبطاله والمخرج والكاتب، وليش مسلسل الوطن صار من أكثر الأعمال العراقية شهرة. تدور أحداث مسلسل الوطن داخل أجواء مليانة غموض وإثارة، حيث يتابع العمل مجموعة من القضايا الخطيرة وجرائم الفساد داخل العراق، مع شخصية وطن اللي تتحول إلى رمز العدالة ومحاربة الظلم. المسلسل جمع بين الأكشن والدراما البوليسية والسياسية، وقدر يقدم صورة مختلفة عن الدراما العراقية الحديثة. معلومات عن المسلسل وطن: نوع المسلسل دراما بوليسية تشويق سياسي. سنة الإنتاج 2022. عدد الحلقات 31 حلقة. طبعا نحكي عن الموسم الأول. المسلسل من إخراج المبدع مهند أبو خمرة، واللي يعتبر من أهم المخرجين العراقيين بالفترة الأخيرة، وسبق قدر أعمال ناجحة مثل الأكبر كذاب وهو بغداد. أما كتابة العمل فكانت من تأليف مهند أبو خمرة بالتعاون مع الكاتب رحيم عبدو، وهاي الثنائية قدرت تخلي قصة قوية ومليانة أحداث مشوقة. أبرز الممثلين والأبطال: مهند أبو خمرة، جواد الشكرتشي، جلال كامل، سنا عبد الرحمن، علي عيسى، رواح عادل، مريم غريب، كادر قيسي، بشرى اسماعيل. التمثيل بالمسلسل كان من أقوى نقاط النجاح، خصوصا شخصية بطل اللي قدمها مهند أبو خمرة بطريقة مختلفة وخطفت انتباه الجمهور العراقي. لماذا نجح مسلسل وطن؟ النجاح الكبير لمسلسل وطن ما جاء بالصدفة، لأن العمل اعتمد على التصوير السينمائي القوي وموسيقى حماسية ومؤثرة وقصص قريبة من الواقع العراقي وشخصية قوية ومتميزة وأحداث تخلي المشاهد يتحمس للحلقة الجاية. رأي الجمهور العراقي انقسم حول العمل، وقسم شاف نقلة كبيرة بالدراما العراقية، وقسم انتقد بعض المشاهد وطريقة التقديم للبطل. لكن بالنهاية مسلسل وطن قدر يحقق ضجة كبيرة ويصير ترند فترة عرضه. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو. شنو رأيكم بمسلسل وطن، وهل يستحق يكون من أفضل المسلسلات العراقية؟ كتبوا رأيكم بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد عن المسلسلات العراقية وسلاسلنا الممتعة. وانتظروا محتوى جبار جدا جدا بالأيام القادمة.